ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. بما ان الغطاس خلاص جرب، كل سنة وانتم طيبين. فقلنا النهاردة نعمل مع بعض جنديل الغطاس او فانوس الغطاس او كمان البلابيصة. ده عادة كانوا بيعملوها زمان ابائنا في يوم معين كده من السنة، وكانوا بيحتفلوا بيها. وخاصة كمان ان كان مفيش نور زمان، فكانوا بيعملوها وينوروها ويمشي بيها في الشوارع مع اغنية كده معينة كانوا بيغنوها. يلا اللي عارف الاغنية يكتبها لنا في الكومنتات. وكان اليوم ده بيسموه يوم النور أو يوم الشموع، وكانوا بيعملوا فيها البلابيصة دي. فيلا بينا كده نعملها النهاردة مع بعض ونشوف هنعملها ازاي واحدة واحدة. يلا بينا. معايا هنا البرتقال الأول، أنا هعملها بقشر البرتقال. طبعا ممكن تنفع باليوسفي أو بأي فاكهة تانية، بس هي معروفة جدا بالبرتقال. فننقي البرتقالة كده اللي تكون جامدة شوية القشرة بتاعتها عشان نعرف نتعامل معاها. هنغسلهم كويس الأول، لأن طبعا اللي هيطلع من قلب البرتقالة هيتاكل مش هيترمي، فلازم نغسلهم الأول. بعد ما غسلناهم كده هنبتدي نشتغل فيهم. هجيب طبق والسكينة بتاعتي، وهبدأ أمسك البرتقال، هسيب التلات أرباع من تحت، وهاخد يعني أقل من الربع الفوقاني. ونبدأ من الحتة اللي هنقطعها من فوق، اللي هي بتبقى عند العنقود اللي هي عند الزرع. هناخد كده قطعة بسيطة خالص كده حوالي 2 سنتي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قطعناها بالمعلقة بقى، وهبتدي أفرغها. هشيل كل كمية البرتقال اللي فيها. بالأمانة وصفة سهلة جدا وبسيطة، اعملوها لأولادكم وفرحوهم وخليهم يحتفلوا بعيد الغطاس. بعد كده هنمسك البرتقالة بتاعتنا، وهبتدي أشيل كل القلب بتاعها بالمعلقة برضو. وهبتدي كده أخلي بين القشر وبين لحم البرتقالة من جوه. أنا مش عايزة غير القشرة بس، الطبقة البيضة بالطبقة الصفرا دي، لكن كل اللي جوه البرتقالة ده هنبتدي نشيله. هتحسوا ان هي صعبة الأول، فمعاكم السكينة بتاعتكم وحاولوا كده تقطعوه من جوه، بس بعدوا عن القشرة. احنا عايزين القشرة السليمة على بعضها، ما تتفتحش معاكم عشان تبقى سهلة في التشكيل وفي في الحاجات اللي انتوا هتعملوها فيها. هبدأ كده اطلع كل فصوص البرتقال اللي من جوه بالشكل ده. طبعا زي ما قلنا ده مش هيترمي، ده في الخلاط كده وتعملوه عصير وبألف هنا وشفا. كمان ممكن يتاكل يعني بالمعلقة زي ما انتوا حابين. خلصنا كده وطلعنا كل قلب البرتقالة بالشكل ده. يلا بينا نكمل باقي الخطوات. هنا القشرة بقت معايا اهو كاملة، الغطا بتاعها بالبرتقالة كاملة من تحت. هبدأ كده بمناديل فاين وانشفها كويس، مش عايزة فيها مية عشان اعرف اتعامل معاها. اللي بتبقى البرتقالة الصورة بتاعتها من تحت رفيع كده بتبقى سهلة معاكم في الخلي، وكمان يعني بتكون من جوه كده البرتقال بيطلع منها بسهولة. هبدأ اجيب القلم وهبتدي بقى اعمل الرسومات اللي انا حابة اعملها على الفانوس بتاعي. خلاص انا هنا هعمل صلبان. هعمل صليب بالطول يعني مستطيل كده بالطول رفيع، وكمان مستطيل كده بالعرض صغير. بحيث هعمله كده صليب على بعض. ممكن تعملوا صلبان على شكل نجوم او على شكل مثلثات. ممكن كمان تعملوا حروف باسماء اولادكم، كل طفل باسمه الحرف بتاعه. ممكن كمان تعملوا قلوب، تعملوا نجوم، يعني زي ما انتوا حابين اعملوا، مش تحت شرط الصلبان. بس انا حابة شكل الصليب كده وهعمل صليب. تمام. ابدأ كده افرغ البرتقالة وافرغ مكان الصليب بالشكل ده. ادي اول واحد عملت اهو. حاولوا تعملوا الاشكال بعيدة عن بعض كده بمسافة حلوة عشان ما تدخلش على بعض وتفتح معاكم بسرعة. هعمل كمان صليب برضو كده مستطيل بالطول رفيع، وهبتدي اشيله. بعد كده هبتدي برضو اعمل مستطيل تاني كده صغير، وهفرغ الشكل باللي انتوا شايفينه ده. لو انتوا مش هتعرفوا تفرغوه كده على طول، ممكن ترسموه الاول بالقلم وبعد كده تفرغوه. انا هعمل 3 صلبان بنفس الشكل. زي ما قلت لكم ممكن ما تعملوش صلبان، ممكن تعملوا حروف او تعملوا نجوم او قلوب زي ما انتوا حابين. انا بفرغ اهو مكان الصليب بالشكل اللي انتوا شايفينه، سهله جدا. يعني ما بتاخدش معاكم وقت. طبعا البرتقاله قشرتها بتبقى طريه وخفيفه، بتتقطع معاكم بسهوله. خلصت هنا، عملت 3 صلبان كل واحد بعيد عن التاني بمسافه. بعد كده هبدأ بالقلم هعمل كده زي خروم من فوق او دوائر كده، برضو بتدي شكل حلو كده في الانوار بتاعتنا. وهبدأ كده ادخل القلم واطلع من الناحية التانية بالشكل ده، هيعمل معايا الدواير دي. طبعا انتوا هتقولوا لي ده انت قديمة خالص عم تستعمل قلم فرنساوي. اقول لكم ما بعرفش استعمل غيره يعني، وطبعا منحدر اليومين دول ومش متوفر، بس برضه ما بستعملش غيره. تمام. فانا كده بالقلم وعملت كده دوائر رفيعة، ممكن تعملوا نجوم، ممكن تعملوا مثلثات. طبعا مش تحت شرط قلم، يعني ممكن تعملوها بالسكينة او بسن المقص رفيع.
وهبدأ كده أعمل دواير بالشكل ده. كده خلصت الشكل بتاعي بتاع الفانوس بتاعنا أو الجنديل أو الشورية، لأن احنا هنعملها على شكل الشورية. هبدأ باجي أجيب خيط يكون تخين، يعني يكون سميك كده ويتحمل معايا. أو لو ما عندكيش خيط وعندك سلسلة تمام، أو كمان لو عندك سلك رفيع طري كده بيتني معاكي برضو تمام. يعني المتوفر عندكم اعملوا بيه. أنا الصراحة كان متوفر عندي الخيط فهو اللي هشتغل بيه. هجيب إبرة تكون تخينة شوية من الإبر بتاعة التريكو، تكون تخينة، وهبدأ ألضم فيها الخيط وهبتدي أشتغل. همسك طرف البرتقالة من فوق وهبدأ أدخل الخيط بالشكل ده، يعني هسيب مسافة سنتي الأول بين البرتقالة وبين خرم الإبرة، يعني ما تعملوهوش على الطرف عشان ما تقطعش معاكم بسهولة. بعد كده بدخله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبعجدها بربطها كويس. ادي اول ناحية عملتها معايا بنفس الابرة والخيط بنفس الناحية. هبدأ امسك الغطا اللي من فوق ده وهظبط الاول على حسب شكله يعني متساوي. بعد كده هروح مدخلة برضو الخيط كده من فوق بس من جوه مش من بره عشان يكون الشكل معايا كويس. طبعا لو عملتها من بره عادي، بس كل ما كان من جوه كده بيبقى اشيك واحلى. هنقطع بعد كده الخيط يكون طويل شوية ما يكونش قصير، لان احنا هنعمله طويل كده لفوق بحيث تعرفوا تمسكوها وتشتغلوا بيها. هعمل نفس الخطوات بعدها كده بمسافة، برضو انا هعمل 3 خطام على هيئة مثلث كده. دخلنا الخيط بالإبرة بالشكل ده وبعد كده هنربطها كويس. ما تحبكوش جو في الربط وانتوا بتربطوها عشان قشرية البرتقال ما تتقطعش من الخيط، لانها يعني بتبقى خفيفة، اقل حاجة هتقطعها. فانتوا اربطوها كده على هواها بس. اعجدوها كويس عشان ما تفكش. بنفس الناحية كده من جوه برضو في القشرة اللي من فوق، وهدخل الإبرة بتاعتنا كده بالخيط. عملنا تاني خيطة معايا اهو. وهنقطع بقى الخيطة التانية بنفس مقاس الخيطة الأولانية. شايفين المنظر عامل ازاي؟ انا هنا هعمل 3، لو انتوا حابين تعملوا 2 بس فهتخلوا واحدة من النص من هنا وواحدة من النص هنا، بس انا حبيت اعمل 3 عشان تكون متوازنة ويعني كده مظبطة. عملنا اول 2، هنعمل الاخيرة اهو بنفس الخيط طبعا والابرة. وهبتدي ادخلها. طب انا ما عنديش الابره دي، هتعملوها بمسمار رفيع او بسن سكينه او بسن مقص، وهتفتحوها وهتدخلوا فيها الخيط يعني وتعقدوه بنفس الطريقه. بس هي طبعا الابره اسهل بكتير يعني. فدخلنا الخيط اهو في تالت ناحيه بالشكل ده وعقدناها كويس برضو ربطناها. كده انا عملت 3. وهدخلها برضو في القشر من فوق اللي هو الغطا بتاع الفانوس او الغطا بتاع الشوري. كده خلاص دور الابرة انتهى. هبدأ بقى كده امسك الثلاث خيوط جبال بعض واظبطهم بحيث اخليهم بالتساوي، ما تبقاش واحدة طويلة وواحدة قصيرة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بيجي شبه الشورية بالظبط او الفانوس بتاع زمان يعني. كان زمان بتبقى الفوانيس بالشكل ده. هنا الثلاث خيوط بعد في الاخر خالص من الطرف من فوق هبتدي اربطهم في بعض. اربطهم كويس عشان ما يفكوش معاكم. اهو انا شبكت الثلاث خيوط في بعضها. هبدأ اربطهم كمان ربطة عشان تكون متينة يعني ما تفكش معايا. وبس كده خلص الجنديل معانا وشكله تحفة بالأمانة، بترجع سهلة وبسيطة. لو عندكم برتقال قوموا جربوها دلوقتي حالا واعملوها لأولادكم. وانزلولي كده بالصور في الكومنتات. اللي يعمل واحدة ينزل لي الصورة بتاعتها في الكومنت. وبعد كده هنولع الشمعة وهنحطها في قلب البرتقالة من جوه. طب انا ما عنديش الشمع اللي هو كده ده يتحط. تجيبي شمع عادي من الشمع بتاعنا الطويل وهتدخليها في البرتقالة من تحت. تفتحيها كده بالسكينة او بسن المقص حاجة بسيطة وتروحي مدخلة منها الشمعة وتولعيها عادي. بس طبعا الشمع ده اسهل لانه كده بيقف بتوقف البرتقالة عادي مش بتتأثر. لكن لو حطيت الشمع الطويل ده مش هتعرف توقف البرتقالة من تحت، فهتضطر تحطي تحتيها طبق او كوباية. خلصنا على كده الشورية بتاعتنا. شايفين المنظر؟ بالأمانة سهلة وبسيطة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين. عادة كده بنحتفل بيها كل سنة في عيد الغطاس. يلا بقى لو عارفين الأغنية بتاعت البلابيس اللي كانوا بيغنوها زمان اكتبوها لي في الكومنتات، لأن أنا الصراحة مش عارفاها. أنا بسمعها لكن مش حافظاها. نورناها اهو بالشكل ده. حلوة جدا في أي وقت ممكن تعملوها، مش تحت شرط على عيد الغطاس، هو بس كاحتفال. لكن ممكن تعملوها لما يكون النور طافي، بتنور بالأمانة خطيرة في الضلمة. بتدي نور كده فظيع. وبس كده ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، ويلا جربوها لأولادكم وفرحوهم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سون. وأحلى بلابيصة عملناها النهاردة مع بعض. أشوفكم على خير. باي باي.